اهلا وسهلا، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. الا كنتي من عشاق الكنافه خذي هذا الفيديو سجليه عندك لانه غادي ينفعك. اليوم غنبارطاج معكم جوج ديال الاسرار بالنسبه للناس اللي كيبغيوها بالمهلبيه فيها نسمه ديال الزهر، وبالنسبه للناس اللي كيبغيوها بالموتزاريلا او نقدروا نجمعوا بيناتهم بجوج. عشاق الكنافه خذوا الفيديو جربوه ان شاء الله، تبعوا النصائح اللي غنعطيكم خطوه بخطوه، تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا منه كما الفو. ما تنساوش تخليو لايك تحت الفيديو باش كتزيدوا به القدام، واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد بحول الله. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. فنبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذ الزبده، عندي 200 غرام ديال الزبده كنديها كتذوب. بالنسبه للناس اللي يجيهم 200 غرام ديال الزبده بزاف كنديروا نص زبده نص زيت، حتى هي كتعطينا نتيجه اللي هي مزيانه. ندير 100 غرام زبده و100 غرام زيت نباتيه. طبعا زيت نباتيه ما كنسخنوهاش، كنسخنوا غير الزبده حتى كتذوب، كنطفيو عليها تبرد باش نلقاوها بارده. هنا استعملت هذه الماركه ديال الكنافه اللي سقات، هي زوينه بزاف، تلقاوها في المحلات الكبرى. ديروا لها سكرين قلبوا عليها، عطات نتيجه اللي تبارك الله اكثر من رائعه. اللي بغيتو دوزوها في الهاشوار ممكن، انا كيعجبني دائما كيف ما شفتوا حتى في الفيديوهات اللي فاتوا كنقطعها غير هكا بالسكين. كيعجبني هذا القوام بحال هكا كتجي زوينه. ضروري كندوز عليها واحد المعلقه تكون مملوءه ديال السكر كلاصي. هذه الوصفه الاصليه ديالهم باش كتعطينا واحد اللون اللي تيكون موحد ومحمر. الكنافه ديالنا غير هو ما نكثروا شي بزاف باش ما تحمرش لينا قبل الوقت وهي باقا ما طايباش. كنجيب داك الزبده اللي ضروري تكون مذوبه وبارده، كنأكد على بارده باش ما تعجنش لينا الكنافه، وكنبدا كندوزها على جميع الشعيرات بواحد الطريقه اللي تكون بشويه وناخذ وقتنا. خليت طبعا واحد شويه ديال الزبده باش غادي ندهن به اللاطه. هنا راه كتكور لينا شويه الزبده ولكن نعطيوها الخاطر. بالنسبه للناس اللي غيستعملوا الزيت النباتيه مع الزبده فكندير الزيت النباتيه هي الاولى كندخلها في كاع الشعيرات، عاد من بعد كنضيف الزبده. راه ما كيوقعش هذا المشكل ديال التكوار، يعني كتقاد معكم بكل سهوله. ولكن على العموم هذيك المرحله كتاخذ شويه ديال الوقت، ضروري نفكوها نعطيوها الخاطر. كيف ما شفتوا معايا انا كنحصلوا على ديك الشعيرات اللي كيكونوا مدهونين كاملين بالزبده ومفارقين. من بعد كنجيب المول ديالي كندهنوا بداك الزبده اللي كانت متبقيه. انا بما ان المول عندي محلول من التحت فغلفتو من التحت بالبابي الومنيوم. الناس اللي عندهم صينيه مسدوده فما يحتاج شيء. كنستف الشعيرات ديالي واحد الطبقه اللي تكون لا باس بها، كنطلع واحد شويه مع الجوانب وكنضغط بالكاس باش الشعيرات ديالي ما كيتفتوش ليا. من بعد كيجيو ثابتين وشادين في راسهم حتى الطبقات كيكونوا مقرمشه. فهاد الكنافه غادي ندير جوج طبقات. الطبقه الاولى غادي تكون عباره على واحد الكميه لا باس بها من جبنه الموتزاريلا. وهنا غنعطيك السر الاولاني. الا كنتي من النوع اللي كتعجبهم الكنافه مقرمشه بحال ديال المحلات الكبرى وكتبغي تحتفظي بها واحد يومين اولا 3 ايام في الثلاجه، فاستعملي ليا غير الموتزاريلا بوحديتها لانها ما كتطلقش داك الرطوبه على شعيرات الكنافه. اما الا كنتو بحالي ما كتبقاش من نهارها وتعجبكم داك المذاق المزهر وداك التعليكه ديال المهلبيه مع الفرماج، استعملوا هذه المهلبيه كتجي غزاله وكتجي رائعه وكتعطيها واحد النكهه خاصه. غير هي كيف ما قلت لكم ما كتبقاش. ونطيبوها الوقيته اللي غنبغيو نحطوها نقدموها سخونه، فما نطيبوهاش على اتساع ونخليوها بارده عاد نديروا عليها القطر. فنطيبوها في الوقيته اللي غنبغيو نقدموها، نديروها بحال هكا، نديروا المونتاج نحتفظوا بها في المجمد، والوقيته اللي كنبغيوها كنخرجوها مباشره من المجمد، ما نخليوهاش تطلق مباشره للفران اللي كيكون سخون على درجه حراره 170. نخليوها كتاخذ ما بين 45 حتى لساعات المكانه، كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للغراماج ديال هاد الكريمه اللي درنا اولا هاد المهلبيه اللي كنديروها بالنسبه ديال المزهر، كنديروا فيها 2 كيسان ديال الحليب عبار كاس ديال العنبه، 2 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار يكونوا مملوئين دقيق الذره اولا النشا. مرات شدات لي عفاكم غير معلقه، داك اللقطه ما شداش ليا، واخا هكاك راني غنكتبهم لكم في الوصف ترجعوا وخذوا المقادير من تما. وزدنا واحد الساشي بنكهه زهره البرتقال باش يعطينا داك النسمه ديال الزهر. صافي كندير المهلبيه ديالي كنحركها على البارد. اول حاجه كنديرها فوق النار متوسطه، كنستمر في التحريك حتى كتعقد الشكل ديال لا كريم باتيسير. كنجيبها وهي سخونه كنسرحها فوق الموتزاريلا ديالي وكندخلها للثلاجه تبرد. من بعد ما كتبرد عاد كنخرجها وكنسد بالطبقه الثانيه ديال شعيرات الكنافه كيف ما شفتوا معايا من قبل. مباشره الفران اللي سخون على درجه حراره 170، نقدروا نهبطوا حتى ل 160. هي كلما طابت على المهل كلما داك الشعيرات كيدخلوا مطياب وكيجيو مقرمشين اكثر. مده ديال ساعات المكانه كيف ما قلت لكم البنات. عاد كنخرجوها، منين نخرجوها نقلبوها مباشره، ما نخليوهاش في المول، كيرجع ليها داك البخار وكيرطب لينا الشعيرات ديال الكنافه. فمباشره تخرج من الفران كنقلبوها في طبق ديال التقديم وكنسقيوها بالقطر. القطر اللي غنعطيكم دابا المقادير ديالو حتى هو كيجي زوين بزاف، والقطر كيبقى على حساب الحلاوه ديال كل شخص. كاين اللي كيبغي تجي هكا فازكه مزيان، كاين اللي كيبغيها غير شي شويه. فدائما
على حساب الرغبه ديال كل واحد. غادي نرجعوا بالنسبه للسيرو. السيرو ديالنا عندنا 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال السكر، دائما قد السكر قد الماء. كنزيدوا واحد 4 المعالق حتى ل 5 المعالق كبارين ديال الماء زهر. كنديرهم فوق النار على عافيه اللي كتكون متوسطه. من بعد ما كيغلى القوام ديالو كنخليه 5 ديال الدقائق فوق النار طبعا. وقبل ما كنزولو من فوق النار كنزيد عليه معلقه كبيره يا اما عسل يا اما غليكوز على حسب المتوفر، وانا كنفضل تكون عسيله كتعطي له اللون وحتى المذاق. طبعا بما ان الكنافه ديالنا غادي نخرجوها سخونه من الفران، فالقطر ديالنا طبيعي انه خصو يكون بارد او العكس، الكنافه تكون بارده والقطر ديالنا يكون سخون وكنديروه عليها. وطبعا قبل ما كنديروه عليها حتى كنقلبوها مباشره في الطبق ديال التقديم، عاد كنديروا القطر ديالنا. وانا كنفضل الكنافه اللي تكون سخونه والقطر اللي يكون بارد باش تبقى محافظه على الطراوه ديالها وتبقى محافظه على داك التعليكه ديالها من الداخل ونستافدوا منها عند التقديم. غادي نزيد لكم غير واحد لاستيوس واحده اخرى قبل ما نمشي. منين ديروا جبنه الموتزاريلا سورتو الا كنتو غتستعملوها غير بوحديتها، ما تنساوش دردروا فوق منها واحد الساشي ديال نكهه زهره البرتقال، عاد تزيدوا الطبقه الثانيه من شعيرات الكنافه باش كتجي داك الموتزاريلا ديالكم منسبه بالمذاق ديال الزهر. وبالصحه والعافيه. كنضرب لكم موعد فيديو قادم بحول الله. ما تنساوش تخليو لايك قبل ما تغادروا لا فيديو، كيف ما انا ما كنبخلش عليكم من النصائح وجميع المعلومات اللي تقدروا تستافدوا منها. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. الى اللقاء.